السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل الجلاش بالكاستر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، حاجة حلوة كده في البيت. معانا 3 كوبايات، معانا هنا حاطة كوبايتين ونص لبن، كل كوباية لبن عليها معلقة كاستر كبيرة مليانة، أو ممكن لو مش عندكيش كاستر ممكن تبدليه بنشا، وتحطي نفس الخطوات وسكر وترفعيه على النار. تدوبي الاول النشا او الكاسترد في اللبن وتحطي السكر وتدوبيه. انا بعد ما رفعتها على النار توصل معايا للسمك ده، سمكها كده وسط، ولا تخين قوي ولا خفيف قوي. معانا لفه جلاش حوالي نص كيلو، سمنه حوالي نص كوبايه سمنه. هندهن الصينيه كده سمنه او زبده المتاح عندك، بس السمنه بتبقى افضل. هنحط بقى ورق الجلاش كده، نفرده كل ما بين ورقتين جلاش ندهن سمنه بالفرشه كده. يعني هنا حاطه ورقتين جلاش، مش ورقه واحده بس ورقتين، وهيطلع معاكي مورق وهش وجميل جدا. تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تنسوش تعليقاتكم. هنحط بقى ما بين الطبقات كده سمنه. هنا بقى حطيت نص كميه الجلاش، وحطيت بقى الكاسترد في النص. هفرده بقى كده، هو كان هنا لسه دافي، لو عايزه اسيبه يبرد شويه اسيبيه يبرد. هفرده كده بالمعلقه وبالسباتيولا. هنحط بقى بقيه كميه الجلاش اللي معانا النص التاني، بنقسم الورق يعني على النصين، نص فوق ونص تحت. ونسيب اهم حاجه ورقه في الاخر كده كويسه، في الاخر خالص، اخر حاجه في اخر طبقه، عشان نتنيها كده وندخلها من الحواف كده في الصينيه، عشان ما يخش الفرن معاكي ما تلاقيش واقف كده، ويعني على حواف الصينيه يبقى مظبوط معاكي في الشكل. هنحط بقى اخر حاجه برضو سمنه. بعدين سيبته يستهدى شويه، وبعدين قطعته بالسكينه عشان الكاستر يتماسك معايا وما يطلعش معايا بره الجلاش. وفي المرحلة دي بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 220 على الرف اللي في النص. هنا بقى دخلته وطلعته. هسيبها بالشربات، كنت اكون محضره شربات وسط، اللي هو 3 كوبايات سكر وكوبايتين ميه وذره فانيليا ومعلقه عسل كلوكوز وعصره ليمونه. بنسيبهم على النار حوالي 10 دقايق، يكونوا معانا 10 دقايق على النار ونطفي عليه. الشربات الجلاش بيبقى وسط، ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف. شايفين عامل ازاي ومورق ازاي وهش ازاي، طعمه حلو جدا. عايزاه طري ممكن تغطيه بصينيه او